عم يقول أنا عندما أصلي لا أعرف كيف أخشع في صلاتي، ولا أعرف إذا بقية الشباب يحسون مثل ما أحس أو أشعر. يا الله يتوب علينا. يعني إذا الصلاة 5 دقائق يمكن نخشع عنا شيء 25 ثانية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام توعد، من قال عليه الصلاة والسلام: من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وجبت له الجنة. بس ورجيني بتعب، ورجيني بتعب. الله أكبر، تلاقينا عم نعمل الأسباب كلها، ما بتلاقي حالك غير أنت عم تفكر بمعاني الفاتحة رحت على الورشة، أنت عم تفكر بمعاني الفاتحة البندورات اللي زايدين هلا بتروح بيعهم بيعة واحدة واخلص منهم. أنت عم تفكر معاني الفاتحة البوبين رايح مفعوله، أنت عم تفكر معاني الفاتحة إلا في خطبة كشفناه بالحيط. أنت عم تفكر معاني الفاتحة المكان يعني لا إله إلا الله. ركبنا على الضعف. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قال دبر كل صلاة: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. والعوام بيقولوا الحي القيوم، أخذنا من قوله تعالى في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لك إيه هون الحي القيوم؟ لأنه قال الله فهي صفة، وهون أستغفر الله الحي. الله يتوب علينا. بتلاقي هالختايرة بعد الصلاة: أستغفر الله العظيم الذي، على كسر وفتح وضم وزاد. خلي الأمر لله. مع العلم أنني أصلي بتأني، الله يرضى عليك، ولا أشعر بالخشوع، وجزاك الله خيرا. وأيضا وبالأخص عندما أصلي أصبح كثير التثاؤب. أول شغلة يا أخواننا، الله يتوب علينا جميعا. 2، الخشوع في الصلاة مسألة لا بد منها، تجتهد ما استطعت في تحصيلها. الله سبحانه وتعالى قال: والذين هم في صلاتهم خاشعون. أول ما يجب عليك لتخشع في صلاتك أن تبعد عن نفسك المؤثرات الخارجية والداخلية. مؤثرات الخارجية محلاك والله تصلي والشاشة على يسارك شاعلة، محلاك تصلي ومواجهك سجادة عجمية 17,000 لون فيها وانت واقف عم تصلي، سدة ولحمة وهي فايت قبل هي بدك تصلي بعيد عن المؤثرات الخارجية. لا في مسجلة شغالة، لا في تلفزيون شاعل، لا في ولد عم يبكي، لا في صوبيا شاعلة ومرتك تركت لك ابنك عمره 7 أشهر بالأوضة وراحت تدير بالها على الأكل وانت بدك تسجد وتقول لحالك هلا بيقرب على الصوبيا، هلا بيحط ايده على الصوبيا، سبحان ربي سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، وانت عم تتناوى يمين وشمال ما عم بدك تساوي. وقريبة أختي من حيث زوجها، يعني بنت أحمى أختي الله يرحمها ماتت، الله يرحمها ويعني مقامها، الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها، الله يرحمنا ويرحمنا إذا صرنا مثلها. إذا عندها تمثيلية متابعتها تشعر التلفزيون بتوقف تصلي، وام بتتابع شو صار، هاي صلاة. هاي بيجي جوزها: وين حطيت الشغلة الفلانية؟ هي عم تصلي الله وكيلها، اهدنا الصراط المستقيم، من نملية صراط الذين أنعمت عليهم. هذا كلام، هذا يا بيقول له هزيلي براسك، تعمل له اهدنا الصراط المستقيم. إذن البعد عن كل المؤثرات الخارجية. 2، البعد عن المؤثرات الداخلية. يعني بدي صلي وأنا حاقب أو حاقم، لا أخي بروح أنا بقضي حاجتي بتوضى من جديد بجي بصلي. بدي صلي وأنا جوعان، جاي من شغلي صلي 12 ساعة وفي بحبوحة، شرط يكون في بحبوحة بالوقت. إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، العوام شو بيساوي الحديث؟ بيساوي عشاء وعشاء مشان القافية. إذا حضر العشاء ووضع العشاء فقدموا العشاء على العشاء، بدري العشاء مو هيك الحديث. إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فقدموا الطعام على الصلاة، شرط بحبوحة الوقت مثل ما حكينا. هي المؤثرات الداخلية. الآن مثل ما حكينا بداية الدرس، أنا توضيت وجيت على المحراب، جيت على مصلاي صلي فرض العشاء لله تعالى، الله أكبر. بدك أنت تجاهد نفسك إنه أنا جاي على الصلاة. الحسن البصري كان إذا توضأ أصفر لونه، قالوا ليش تصفر وقدك تصلي إذا توضأت؟ قال: أتعلمون بين يدي من أريد أن أقوم؟ فأنت بدك تهيئ نفسك. أنا توضيت لأنني أريد أن أقف الآن في الصلاة، جيت على مصلاك وصلي فرض العشاء فرض الفجر،
بهاللحظة هي الله يرضى عليك فرغ نفسك من الأغيار، يعني ألفت المتراكمات على قلبك، صلي فرض الفجر لله تعالى. بهاللحظة هي بدي اياك تفكر أن أنا الآن سأدخل في رحاب الله، سأعرج إلى الله. الله أكبر. قال العلماء فإن لم يخشع في صلاته يكفيه بفضل الله أن يخشع في أولها، أما حتى الدخول في الصلاة وأنت نسيان لاهي، يعني أنا عم أقول لك أنا وياك ضعفاء، بده يطرأ علينا ألف تفكير وتفكير، بس اجتهد أقل شيء أن تدخل فيها وأنت خاشع. وصلي فرض الفجر لله تعالى، الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات. هلأ أنت بتشرد مثل حكايتي، ماشي الله يتوب علينا، حاول ترجع. اثنين، بعد ما أنا هيأت نفسي أنه أنا سأدخل الآن في رحاب الله وسأعرج إلى الله، الله أكبر، ودخلت. كيف الآن بدك أنت ما تشرد؟ ما بدك مثل ما بيعملوا العالم، اهدنا الصراط المستقيم صراط. مو هيك الخشوع في الصلاة، هذا تكلف اسمه. غير المغ بشعور ان الغير ما اخذت حقه، غير المغ، ما بدها تكلف، الله يسعدها. ولم والله صلى واحد على يمين يداك وقلت له حسلم وقل له قوم ما في الا يعيدها. تعلم قراءة القرآن، ما في، هذا أمر مطلوب، بس لا تتكلف. الآن الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تذكر الحديث القدسي، الحمد لله رب العالمين يقول تعالى حمدني عبدي، الرحمن الرحيم يقول تعالى أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين يقول تعالى مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين يقول تعالى هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. حاول تحصر خيالك ومخك بشو؟ بالمعاني التي تقرأها. قرأت بعد منها اللي قرأته الله أكبر سبحان ربي العظيم، هذا الركوع والانحناء لله تعالى تعظيما، سمع الله لمن حمد امتثالا، سجدت رددت الأصل إلى فرعه، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. ليش الله أمرنا بالسجود؟ مشان هذا كل يوم عشرات المرات نحطه على الأرض لأتذكر أنه هذا الأصل وهذا الفرع، فرجع الفرع لصق بالأصل. بتقوم من سجودك. أبو طالب كان إذا دخل مكة وشاف المسلمين ساجدين حول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بالكعبة المشرفة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله أكبر، يقوموا 100,000 زلمة، الله أكبر. هلا بتشوفها بالحرم 3 ملايين زلمة، الله أكبر الله أكبر. أتحدى في الكون كله يكون في اجتماع مثل الاجتماع بأمر رجل واحد، لأننا نعبد ربا واحدا. فشو قال أبو طالب؟ ما أحلاه من دين، لكن كيف أسمح لأستي، يعني الإلية والمؤخرة، كيف أسمح لأستي أن يعلو على رأسي؟ قال له الإسلام بده إياك تساوي هيك. كان أحدهم إذا وقعت عصاه في الجاهلية لا ينحني ليأتي بها، قال لأنه ما بيطخي. بدك تطخي، وإذا ما بدك تطخي بكيفك بدنا نخليك تطخي غصب عنك. مثل مرة مات رجل له ابن شيوعي، وصلنا على المقبرة، الأب صالح بس هذا ابنه شيوعي. وصلنا على المقبرة، فاتت العالم وفتنا وفات النعش، هو ما رضي يفوت، وقف برا. اجوا بعض أعمامه وقالوا له ما بصير ما تفوت. قال له ما فوت على المقبرة، أنا ما فوت على المقبرة. يا لطيف، دفنا أبوه ووريناه التراب وهو واقف برا، ما رضي يفوت. أنا فسرت أنه كبر، أنه ما فوت على المقبرة. أي لا تفوت. والله دخلها العصر محملة بعد 3 ساعات. قلت له لازم ما تدفنوه مقابر المسلمين، هذا يدفن مع لا، صح ولا لا؟ حطه احفر له مشان بس بطلع ريحته على العالم. قال ما بده. لا تفوت. فتت. فلما أنا بسجد بركع أتمثل الخضوع لله عز وجل. التحيات والصلوات الطيبات شو هي؟ هذه التي قابل بها رسول الله ربه عندما عرج به.
لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وسحب سيدنا جبريل ونادى رسول الله: هنا يترك الخليل خليله يا جبريل. فأوحى الله فقال جبريل: لكل منا مقام معلوم، لو تقدمت خطوة لاحترقت. رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بدأ بهذه التحيات والصلوات الطيبات المباركات لله، فقال له ربنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فذكر رسول الله أمته فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقالت الملائكة من خشعتها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. صلاة إبراهيمية، سيدنا إبراهيم لما لقى الحبيب الأعظم في إسرائه ومعراجه قال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ذلك نحن نقولها. اثنين، هو أبونا إبراهيم: واتبع ملة إبراهيم حنيفا. لذلك لما قرأ رسول الله عليهم: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال رسول الله للصحابة: إن إبراهيم لم يشك. قال لهم: لأنني لم أشك وأنا تابع وإبراهيم متبوع، فإذا كنت لم أشك فمن باب أولى أن لا يشك إبراهيم. وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالمتبوع فالتابع لم يشك، فكيف يشك المتبوع؟ لذلك شو قال له؟ أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أي بس بدي أرى كيف يكون ذلك، بس ما استفاد شيء من التجربة. جاب الحمامات، قطع، فرم، خرط، فات، بعدين كوشة 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 بأمر الله. شو ما شافوا شلون؟ هو كان ظانن إبراهيم إنه ما حتشوف هالشغلة. ساعاتي كان يفك الساعة، خالي الله يرحمه كان ساعاتي، وأقعد أتفرج عليه أنا، كل مسنن هالقد قده وكل بنضول صغير هالقد قده، وكل تلاقي يحط المكبرة ويعص عليها بعينه ويجيب البراغي اللي تعرفوها، ياكل معه ساعة زمان لحتى آخر شيء يطق البري يقوم تك 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 تك. يا سلام حضارة! شفت بعيني شو ساوى خالي أول بأول لحتى اشتغلت الساعة. عند الله ما في، عند الله إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الله يرضى عليك على السؤال. هلا هو قال شغلتين، قال في ناس بتصلي بتغمض عيونها أو بتطلع لفوق. تطليع لفوق منهي عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن رفع بصرهم إلى السماء أو ليخطفن الله أبصارهم. تطلع بموضع سجودك، إذا كنت بمكة تطلع على الكعبة المشرفة. أما غمض العينين قالوا إن لم يكن له سبب ففيه الكراهة، معنى ذلك إن رأيت فيه الخشوع فلا كراهة. يعني أنا مشان ما التهي بشيء قمت الله أكبر، بعرف حالي إذا فتحت عيوني بدي اشرد ساعة، بدي اشوف الساعة، ساعة بدي اشوف. هلا مثل ما قلت لكم زماني محراب الإمام بيروح بيساووا له يا 6000 فسيفساء آية، لا إله إلا الله. بده يصلي ولا بده يقعد الإمام يشوفها إنه هي مسمنة وهي مسدسة وهي مربعة وهي معشرة؟ أنا عم صلي، إن كان ببيتي إن كان بالجامع، كل شيء بيشغل لي بالي، الله يصلح لي. بتلاقي هلا الختايرة بتشوفوا شلون بيصلوا، لك وين يا أخونا؟ أنا هيك شفت لك والله أغلب الختايرة بتلاقي بيروحوا يمين وشمال. طبعا الالتفات بالوجه لا يبطل الصلاة، الالتفات بالجذع يبطل الصلاة، بس لكنه يكره الالتفات بالوجه. أن تغمض عينيك لأجل أن لا تشغل نفسك بشيء انتفت الكراهة. ايه ما في مانع منه، تصور الكعبة مو يتصور شيخه، لأنه في ناس بيذكروا الله بيتصوروا شيخهم. الله وكيلها. والله هي النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذاك الرجل الذي لا يتقن الصلاة، لما سلم شو قال له؟ قال له: صل فإنك لم تصلي.